شايف ان الطفل ده مش مريح بالنسبه لك، احيانا بيحصل كده معاك؟ احنا بنحط الطفل تحت الملاحظه وبيكون تحت عينينا. احيانا بتبقى انت وانت بتقيم الطفل اول ما اتولد شايف ان اموره كويسه، نفسه كويس، علاماته الحيويه كويسه، بس انت بالكلينيكال سنس بتاعك وبخبرتك شايف ان الطفل ده مش مريح بالنسبه لك، احيانا بيحصل كده معاك؟ كتير. هو الحقيقه طبعا احنا عندنا مشاكل مع السن الكبير في الامهات زي ما انت عارف. يمكن لو الام سنها عدى ال 35 عندنا بعض القلق من بعض المشاكل الجينيه والوراثيه زي ما انت عارف، فاحنا بنحط. بحبحها شويه سامح، بلاش 35 يعني، خليها 39 40. احنا بنعمل حقن مجهري الناس طيب، كتير فوق ال 40. فهو احنا كل الفكره ان احنا بس بنبقى حريصين على الطفل اكتر شويه. احنا بنكون حريصين في السكريننج ان احنا نفحص الطفل كاملا زي ما بنقول. اذا احنا حسينا باي قلق او قلبنا مش مرتاح زي ما انت بتقول، احنا بنحط الطفل تحت الملاحظه وبيكون تحت عينينا. والحقيقه انا مش عارف، يمكن احنا بره دلوقتي بره مصر احنا عندنا اوقات معينه، يعني الام اللي والده طبيعي لازم الطفل بيقعد تحت عينينا 24 ساعه. الام اللي والده قيصري بيقعد معانا تقريبا يومين. في مصر قد يكون الامر مختلف، ولكن احنا بنتابع الطفل، بنشوفه مره واثنين، وبيكون له متابعات بعد الولاده بشكل متكرر عشان نطمن عليه.